الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه هو السميع العليم. إن موضوع أشراط الساعة من الموضوعات الجليلة العظيمة التي ينبغي على المسلم والمسلمة أن يطلع عليها، وأن يبادر إلى معرفة ما جاء عن الله ورسوله فيها، فإننا في آخر الزمان، والأشراط قد بدأت، ونحن نقترب شيئا فشيئا من نهاية العالم وقيام الساعة، وقد جاء أشراطها. ونحتاج أن نقف وقفات تربوية دعوية إيمانية مع هذه الأشراط وما جاء في النصوص الشرعية بشأنها، فإن ذلك يزيد الإيمان والله، ويثبت قدم المسلم على طريق الهداية والدين. تربية النفس على الإيمان بالغيب والاستسلام لأمر الله ورسوله. الإيمان بالغيب الذي يجعل المسلم مستعدا أن يؤمن بما جاء عن الله ورسوله في أشراط الساعة وفي غيرها. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مسألة لماذا أخفى الله وقت قيام الساعة عن العباد، ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية، بل المصلحة في إخفائه عليهم، طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه فقال: إلى ربك منتهاها، إليه يرد علم الساعة. تربية النفس على الاستسلام لله والقبول بما جاء عن الله، الأخذ بما جاء في الكتاب والسنة، وأن نقف عندما أوقفنا الله تعالى ورسوله عنده ولا نتجاوز ذلك. إليه يرد علم الساعة، إذن يعلمها هو وحده لا شريك له، عنده علم الساعة ليس عند غيره. إن هذه الأشراط وما جاء فيها تربي المسلم على عدم التخرص بلا علم، أن يأخذ بالأدلة. ولذلك استنكر العلماء على من قال إن عمر الدنيا 7000 سنة، وإن نبينا بعث في أواخر 1006، وإن المدة لا يمكن أن تزيد بين بعثته وقيام الساعة عن 500 سنة. فلما تجاوزت 500 خرج بعضهم ليقول لا تجاوز 1000، فلما جاوزت 1000 خرج بعض الناعقين بلا علم اليوم ليقولوا إن الأمة لا تتجاوز 1500 سنة. ما هو دليلكم؟ إسرائيليات، فهم مغلوط للأحاديث الصحيحة، أحاديث ضعيفة وموضوعة، رؤى، أخبار الكهان، الكتب المحرفة عند اليهود والنصارى، وهكذا. أما المسلم فإنه لا يغير ولا يبدل، بل إنه يوقن بما جاء عن الله ورسوله، ولا يتخرص بلا علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إنه يربي نفسه على الإيمان بالغيب، فهذه أشراط الساعة إخبار بالغيب. وأول صفة للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وبالمعاد أيقنا بلا تردد، ولا ادعى علم بوقت الموعد، لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى، من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها.